اتغدر بيك واتأذيت واتوجعت ووصلت لدرجة ان انت مش قادر تتحمل، والاشخاص اللي انت توقعت انهم يكونوا جنبك في الوقت ده هم اول ناس سابوك، وبكده بدل الضربة بقى عندك ضربتين. انا جاية اقولك النهاردة وعن تجربة، ما تقلقش، لان ربنا كبير قوي، والله دي مش اخر الدنيا، لان في ايام جاية كتير قوي هتتبسط فيها وهتقوى وهتقف على رجلك تاني قدامهم، واقوى كتير كمان من الاول. والضحكة الحلوة هتبقى مالية وشك لدرجة انهم هيتمنوا يرجعوا تاني ويكونوا جزء من حياتك. بس اوعى تحقق لهم الامنية دي، اوعى. وافتكر دايما انه بسبب اللي هم عملوه فيك انت وصلت للشخص القوي الناجح ده، اللي قادر يقف من تاني على رجليه بالثقة دي، واللي بيتمنوا انهم يرجعوا حياته تاني. بس تاني هفكرك، اوعى تحقق لهم الامنية دي ابدا ابدا.